طيب، السلام عليكم. النهارده أول فيديو شرح. النهارده هنتعلم لغة اسمها جولانج. طيب، اللغة ديت لو أنت باك إند ديفلوبر، تمام، وحابب إن أنت تتعلم جولانج أو سمعت عنها، فالفيديو ده هو البداية المناسبة ليك. تمام. طيب، انا كلامي في اول فيديو زي ما انت طبعا قريت من ال العنوان بره، ان ده مجرد انترودكشن وسيت اب ومجرد جو كود بسيط جدا بيقول لك هلو وورلد. تمام. فانا مش هتكلم عن السينتاكس، احنا بس الفيديو ده انترودكشن لجو، هنفهم جو جت منين، المشاكل اللي بتحلها، وامتى تستخدمها. تمام. وازاي هي كلغة قادرة تساعد في البرفورمانس العالي جدا، وان هي تساعد في الانفراستراكشر از كود. تمام. طيب، جولانج هي اتعملت في جوجل. تمام. مش اتعملت كهواية ولا يعني حاجة كده. هي جت جوجل بمنتهى البساطة، كان عندها سيستم ضخم جدا، سيستم معمولة بعشرات ملايين الأسطر اوف كودز ما بين سي بلس بلس لجافا لبايثون. فقالوا طب احنا ليه ما نعملش حاجة تحل المشاكل اللي بتواجهنا من اللغات ديت. تمام. تعالى كده نعمل ملف ريدمي بسيط. طيب، ايه المشاكل اللي كانت بتواجه جوجل عشان هي تقدر تيجي منها ببساطة؟ تقوم جاية تقول لك ايه؟ انا والله مضطرة اعمل لغة تخصني. طيب، هي بمنتهى البساطة كان عندها سي بلس بلس. كانت السي بلس بلس مدياها performance. تمام. وكانت البايثون مدياها حاجة زي ما تقول كده simplicity. فراحت جت جوجل وقالت لك ايه؟ احنا عايزين نعمل لغة بسيطة وسريعة، والمينتينابيليتي بتاعها يكون محترم، الكود كومبلكسيتي تكون قليلة، لأن وجود اللغتين دول مع بعض كانت بتعمل مشاكل. المشاكل ديت كانت مثلا بتسبب، يعني سي بلس بلس كانت بتجيب سلو بيلد هي والجافا بروجرامينج. تمام. ما كانش فيه كونكرنسي، كانت الكود كومبلكسيتي والمينتينابيليتي عالية جدا. تمام. وما كانش فيه جاربج كولكتور. والجرافيك كده ده حاجه يعني تخص الميموري مانجمنت. لو في حاجه انا قلتها مش مفهومه ممكن تبي سيرش عنها او تستنى ايه في بلاي ليست قدام الحاجات دي هتنزل. طيب، جولانج جت حاله مشاكل ايه؟ هم بمنتهى البساطه، وما تحكمش على الكلام ده ان هي لغه بيرفكت، جولانج مش مناسبه لكل حاجه. تمام. طيب، جولانج هم اول حاجه قالوا لك البرفورمانس، احنا عاوزين نعمل لغه تكون يعني مثلا جودي دلوقتي هي واخده برفورمانس سي بلس بلس. تمام. فبالتالي هي كومبايلد، والكومبايلد لانجوج بتترانسليت لماشين كود، فده بيديها الابيليتي ان يبقى البرفورمانس بتاعها عالي، مش انتربريتد زي لغات تانية زي الجافا سكريبت والبايثون. تمام. تاني حاجه السمبlicity. ما في، انت واخد السمبلست بتاعت بايثون. تمام. ده غير ان جولانج مميزه بحاجه، هي اللغه دي معاها البرمجه الكائنيه التوجه بتاعتها، ليها الاو بي بتاعها. تمام. مش هتلاقي كلاسز، مش هتلاقي اوبجكت، بس هتلاقي تايب وستراكت. تمام. تالت حاجه بتحل مشاكل بيها جولانج ان هي فيها كونكرنسي. تمام. الكونكرنس دي اظن باي ناو الناس اللي ممكن تكون دورت في جولانج تكون شافت حاجه، يعني ديبيت كده بيحصل دايما، هو الكونكرنسي والباراليزم. بيبقى ديبيت كده بسيط، كونكرنسي والايه والباراليزم. الله يرحم الانجليزي. طيب، ايه اللي حصل الديبيت دوت؟ والله هو مش ديبيت، هي بس الناس مش فاهمه ان دول غير بعض. الكونكرنسي انا بمنتهى البساطه عندي كود كبير جدا، بخلص منه جزء وبخلص منه جزء تاني كده خلصت، وبيبقى السي بي يو كور واحده. تمام. بتركز على مثلا نفس الكور بتركز على تو فانكشنز، كل فانكشن بتخلص جزء كبير منها والجزء التاني بعدين، جزء كبير منها والجزء التاني تكون الفانكشن خلصت. الباراليزم بناخد الفانكشن مره واحده نخلصها، بس يبقى لكل فانكشن كور. هي جولانج قالت لك لا يا باشا، هو نفس الكور ومالكش دعوه، انا ههندل كل حاجه. تمام. طيب، بعد كده انا في الاول قلت لك يعني على كل اللي انت سمعته دوت هيسهلك ان اللغه دي لغه بيرفكت، اللي هو واو هي ازاي اللغه دي بتعمل كل ده. هقول لك بس ستيل مش هتبقى احسن اختيار لكل الابلكيشن. لو انا حطيتها في مقارنه بسيطه مع نوت جي اس، الحاجه او الابلكيشن اللي هيحتاج منك ريل تايم
real time data او real time communication، تمام، ده مش هينفع له غير نود جي اس. لكن لو حاجه مثلا هتحتاج concurrency، هتحتاج performance عالي، تمام، هتحتاج مثلا تعمل ديف اوبس تول، سي ال اي تول، انفراستراكشر از كود، مايكرو سيرفيسز، في الاغلب اختيارك الافضل هيكون جو. تمام. باك اند اي بي اي في فينتك ابلكيشن، عاوز حاجه تستحمل برفورمانس، تديك برفورمانس عالي جدا، هي الجولان. تمام. طيب تعالوا كده، ده كده كان مجرد شرح نظري في البدايه، شرح بسيط جدا. تعالوا نشوف اللغه ازاي نعمل لها سيت اب على جهازنا ونشغلها. هنخش على الموقع دوت go.dev هنا، وهندوس على learn، وهتروح رايح على view documentation، وتروح على installing go، هيوديك هنا. هتدوس داونلود، وتختار نسخة الويندوز بتاعتك، هتدوس هنا هينزلها معاك، وتعمل لها سيت اب، وتروح جاي عامل ويندوز ار، وتدوس سي ام وتكتب سي ام دي، تروح كاتب جو فيرجن، هتلاقيها ايه، نزلت عندك. انا اوريدي منزلها فانا مش محتاج اعمل كده. تمام. طيب تعالى كده نعمل فايل main دوت جو. تمام. ازاي احنا بنكتب كود جولانج بتاعنا؟ اول حاجه خالص بتكون موجوده معايا، انا اول حاجه بكتب فيها الباكج. الباكج دوت يا شباب كانه تقدر تقول عليه الانتري بوينت للابلكيشن بتاعك. ليه بقى بنسميه مين؟ مش لاسم الفايل في حد ذاته، انت كأن كل باكج من دول فولدر، عشان بعد كده الحاجات دي هتسهل عليك بعد كده ان انت تimporت الداتا من فايل للتاني، وده هنتكلم فيه قدام. بعد كده مثلا هتimporت مكتبه، المكتبه دي من اف ام تي، دي بتساعد في طباعه الكود. تمام. طيب فين بقى الكود الاساسي بيتكتب؟ يعني فين بدايه البرنامج بتاعي؟ بتكون في المين فانكشن هنا كده، بتكتب فانك اللي هي الكي وورد الفانكشن، وبتديه اسم الفانكشن مين، وبعد كده بتيجي تكتب هنا اف ام تي دوت برنت لاين هلو. طيب انت دلوقتي كتبت الكود، عاوز تعمل له اكسكيوشن، انت حابب تكسكيوت الكود دوت. طيب تفتح هنا، تدوس كنترول جي، او هنا، او كنترول حرف الزال اللي هو جنب الواحد، وتكتب جو run main.go، وهيطبع معاك الكود. ده كده بمنتهى البساطة كان الفيديو الأول. إن شاء الله يكون مفيد وتكونوا استمتعتوا بيه، والسلام عليكم.